هانزي فليك عندما لا يحتاج المدرب أن يصرخ لأن أفكاره تتكلم. فليك ليس مدرب ضجيج ولا رجل شعارات، هو مدرب التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق الكبير الذي يكون واضح بكل ثانية من المباراة. عندما وصل إلى برشلونة لم يحاول اختراع كرة قدم جديدة، بل أعاد ترتيب الفوضى وعاد لكل لاعب دوره الحقيقي داخل أرضية الملعب. ذكاء فليك يبدأ من قراءة الخصم، لا يدخل مباراة بخطة جامدة بل بخطة قابلة للتنفيذ. يضغط غالبا حين يجب ويتراجع بذكاء حين يحتاج الفريق للهدوء. يعرف متى يخنق الخصم ومتى يتركه يركض بلا فائدة. خططه تعتمد على التوازن لا المغامرة. برشلونة معه لا يهاجم بعشوائية ولا يستحوذ من أجل الاستحواذ فقط. كل تمريرة لها هدف وكل تقدم محسوب، حتى الضغط أصبح منطقيا لا انتحاريا. عظم ما في فليك إدارته للعقول قبل الأقدام. يعطي الثقة بلا مجاملة ويحاسب بلا قسوة، ولا يقتل اللاعب باسم الانضباط ولا يركل أحد باسم النجومية. الكل متساوي داخل فكرته. فليك يفهم هوية برشلونة دون أن يكون أسيرا لها. احترم التيكي تاكا لكن لم يعبدها، طورها وسرحها وأدخل عليها عمق واللعب المباشر الخاص. كرة قدم جميلة لكنها واقعية. برشلونة مع فليك يبدو فريقا يعرف ماذا يريد، لا لعب على الخط ولا انتظار معجزة. هنالك مشروع وهنالك مدرب يعرف الطريق حتى لو كان طويلا. في زمن الضجيج الكروي هانز فليك يثبت أنه أذكى المدربين وهم الأقل كلاما والأكثر تأثيرا. قيمك لهانز فليك مع برشلونة من 10. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.